أهلا وسهلا بكم. منذ اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، وكبرنات الجزائر يتخبطون ويمارسون تصرفات صبيانية، وكينهجوا واحد السياسة ديال الإنسان غضبان وينشع على عشاه كما كنقولوا بالدارجة المغربية. في هذه الأيام أي البارح الثلاثاء تم استدعاء السفير الفرنسي، قال لك يريدون توبيخه، والسبب هو أن الجزائريين في مطار شارل دوغول تعرضوا لاستفزازات ولتمييز من شرطة الحدود، وكيعتبروا هذا مساس بكرامة المواطن الجزائري. المهم، إذا تحدثنا عن الكرامة، لماذا لما أرسلت فرنسا هذاك المؤثر الجزائري اللي هو طبعا شيات للنظام الجزائري رجعتوه من المطار، لعبتوا به مثل كرة المضرب، واحد يرسلوا للثاني، ولكن يستحق، كان كيسب المغرب والمغاربة كثيرا، فهذاك نعتبر ليس مواطن جزائري. ولكن من المؤكد أن هاد الجزائريين اللي بسببهم النظام الجزائري استدعى السفير ونشر بيان كيندد فيه، هم من طبيعة الحال درجة أولى في الجزائر، هم أبناء وبنات الكبرانات. يعني فرنسا في هذه الحالة أهانت أبناء الكبرانات والنخبة في الجزائر. ولكن لماذا تم فقط استدعاء السفير؟ على فكرة لقد تم استدعاء هذا السفير مرتين في ظرف شهر واحد، وكتقولوا أن الجزائر عندها سيادة وقوة ضاربة في إفريقيا. على الأقل طردوا السفير مثلا، أو قطعوا الغاز عن فرنسا كما فعلتم مع المغرب، أو على الأقل قطعوا الأجواء الجوية والبحرية، ولكن ما تقدروش، وفرنسا تعرف ذلك، أنكم لا تستطيعون فعل أي شيء. هذه مجرد سياسة صبيانية يمارسها النظام الجزائري لكي يبين للشعب الجزائري أنه الند للند مع فرنسا. فقط يصدر بيانات يندد ويهدد فقط، ولكن على أرض الواقع لا نرى شيئا يذكر. فمن هنا كنستنتجوا أن نظام الكبرانات الجزائري مستعد يتحمل جميع الاستفزازات والإهانات فقط في خاطر عيون بن بطوش وجماعته وإبقائه في تندوف، اللي هي أصلا أراضي مغربية اقتطعتها أمهم فرنسا وضمتها للمقاطعة الجزائرية. وكنت تحدث على هذا الشيء الكاتب بوعلم صلصال، هو كاتب جزائري فرنسي، وتم الزج ديالو تم الزج به في السجن لمجرد أنه قال بأن الصحراء الشرقية كانت مغربية. فأين إذن حرية التعبير في الجزائر؟ وأين كرامة المواطن الجزائري؟